الحاج أحمد السقا أو الفنان أحمد السقا بيهدد طريقته على مواقع التواصل الاجتماعي. تعالوا نخش في الموضوع عشان ما نطولش. أحمد السقا طبعا كلنا عارفين إن هو طلق مراته مها الصغير بناء على قراراتها، لأن هو أعلن وقال كده، قال دي ما كانتش رغبتي، هي طلبت الطلاق ولها حرية الاختيار، وربنا وفقها في حياتها وفي قراراتها. الكلمة دي كله علق عليها ساعتها ساعة ما طلقها، بس احنا ما فهمناش. طبعا احنا ما فهمناش كلمة قراراته دي غير دلوقتي، بس بالتأكيد جوزها هيكون فاهمها. يعني بالتأكيد جوزها فاهم كلمة قراراته دي، إن في حاجة غلط في الموضوع. المهم الراجل برضو بعدها بعد ما طلقها نزل بوست وقال لك أنا بكن لها كل الاحترام، ودي أم عيالي، ودي عشرة عمري، 26 سنة زواج، 3 أبناء، وبقى يعملها بكل أدب وكل احترام في بوستاته على الصفحة. والدنيا هدت شوية، والراجل جه موسم الحج طلع يحج. هو في الحج لقى الترندات شغالة، ترند مصر، خطوبة مها الصغير من طارق صبري. الراجل بيحج ويبص لقى الترند، طب هيعمل ايه؟ يحج ولا يشغل دماغه بمراته؟ لا، شغل دماغه بمراته وساب الحج. خلي بالك بس، بقول لك الكلام ده عشان تبقى انت فاهم ايه اللي حصل. المهم راح بعت لها رسالة اللي هي باي باي، مع السلامة يا كدابة، مع السلامة يا رخيصة. نفس الرسالة اهي زي ما هي قدامك على الشاشة كده. بيقول لها باي باي يا أكبر كدابة في حياتي، وحذريني عشان نفس صبري وهيبقى دم تقيل. بعدها بساعتين الصفحة اتقفلت. الخبر نزل من هنا ساعتين الصفحة اتقفلت. الناس بقت تسأل تدور الخبر ده صحيح، الخبر ده كده. ابتدى الترند ينزل شوية، وقناة صدى البلد راحت منزلة الخبر وبتأكد خطوبة مها الصغير من طارق صبري. الناس مش عارفة مين طارق صبري ده، عمل له كام دور كده ومش هو، يعني مش معروف. طبعا طارق صبري ده اللي شهره يعتبر شيري عادل مرات ميسو، اللي هو معتز مسعود، اللي هو الداعية اللي كان بيطلع يدعي الحجاب، وكان يقول لك لازم تتحجبي ولازم مش عارف ايه، وفي الاخر اتجوز شيري عادل دي اللي هي كانت من غير حجاب اصلا، اللي هي اتطلقت واتجوزت مين؟ طارق صبري. طارق صبري راح مطلقها ومتجوز مين؟ وخاطب مين؟ مها الصغير. تمام. طب معرفة مها الصغير بطارق صبري جت ازاي؟ جت عن طريق ان هي بتقدم برنامج. البرنامج ده تم تصويره وانتاجه خلاص بقاله 6 شهور. كانت بتستضيف فيه الفنانين، تعمل معاهم حوارات. علاقاتها محدودة. مين ليه علاقات؟ احمد السقا. ابتدى يتصل بحبايبه ومعارفه، اللي عنده حد عايز يجيبه في البرنامج يجيبه. حد وصله بطارق ده، وهو علاقته باحمد السقا علاقه سطحيه. يعني طارق ده علاقته باحمد السقا علاقه سطحيه، مفيش اي صداقه ولا اي الكلام ده كله. تليفون من هنا وتليفون من هنا، طب احنا عايزينك في البرنامج عشان مها عامله برنامج والراجل قدم الراجل لمراته، ودي غلطه طبعا. الراجل قدمه لمراته وعمل معاها اللقاء. بعد اللقاء ابتدى يبقى فيه صداقه بين طارق صبري ده ومها الصغير، واحمد السقا ما يعرفش. وابتدت الرسائل تشتغل واحمد السقا ما يعرفش. وطارق صبري يقول لها يا ست البنات، وهي تقول له يا استاذ طارق ومش عارف ايه، وتطورت العلاقه بينهم هما الاثنين. يبقى احنا كده عارفين ان مها الصغير ما كانتش تعرف طارق صبري غير لما جوزها احمد السقا هو اللي قدمه لها في البرنامج على اساس يعمل معاه حوار. ودي الرساله اللي هي اتسربت بنفس الصيغه كده. تيجي انت بقى تسالني تقول لي هو احمد السقا كان فين؟ احمد السقا طبعا هما شغالين على انستا مع بعضيهم، كان واقف في المطبخ بيعمل صينيه بطاطس. كان بيعمل صينيه بطاطس محمره. الراجل واقف مملي، هي عامله البرامج وهو عمال بيطبخ جوه. تمام. طبعا على ما صينيه البطاطس تخلص اللي بيعملها احمد السقا جوه في المطبخ، كانت هي بتتكلم كلمتين فين؟ في الانستا. هو يقول لها ست البنات برضه، وهي تقول له ايه؟ يا سيد الرجاله. مش محترمين الراجل اللي بيعمل صينيه البطاطس جوه. المهم طبعا
الطلاق تم من شهرين رسمي. الست مستعجلة، قالت له طب يا طارق علشان الفضايح احنا نعلن خطوبتنا لحد ما تخلص عدتنا، وبعد كده نبقى نتجوز، وبالمرة يكون أحمد السقا خلص حج في السعودية ويجي يحضر فرحنا، أو يكون خلص صينية البطاطس. حاجة غريبة والله العظيم، حاجة غريبة بجد يعني. المهم خلاص كده اعلن خطوبتها واعلن خطوبته. الراجل بقى في الحج بقى ايه طبعا عمال يدورها في دماغه، انا لازم انزل اموت طارق صبري ده. طبعا الكلام ده ما حصلش، احنا بنهزر، بس احنا هنستفاد من اللي حصل ده كله ان انت لازم تكون راجل في بيتك. ليه؟ لان احمد السقا النهارده اقل تفكير هيقول لك هي فضلت طارق ده عني ليه، ودي اكتر حاجه تجرح الراجل. يعني الراجل اللي يجرحه ان ست تحب راجل عليه، فاكتر حاجه هتجرح الراجل ان الست تعمل كده معاه. عارف لو هي بتطلق عشان خاطر ان هو رجل عنيف، راجل وحش، راجل بخيل، راجل فيه صفات سيئة، راجل بتاع حريم، مش هيزعل. انما ساعة ما يطلق الست بتاعته ويفاجئ بعدها بشهر ان هي على علاقة بحد تاني، وان ما صدقت تتخطب بعدها بشهر، دي لوحدها كفاية. فربنا يكون في عون احمد السقا. وبنقول للحريم يعني اتقوا الله في جوازكم، وبنقول للازواج ان يراعي ربنا في مراتهم، وبلاش بقى شغل التعارف دون وشغل الكافيهات وشغل ده صاحبي وده صاحبتك لان هو ده سبب المشاكل. وربنا يستر علينا وعليكم. ولو عجبك الفيديو لايك وشير عشان القناة تنتشر ويوصل لك كل جديد.